مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم في عدد جديد من حوارات الثقافية المتعلقة بفعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر في دورته 29. يسعدني بل يشرفني أن أستضيف لكم السيدة لطيفة مفتقر، مندوبة المعرض. أستاذة لطيفة، مساء الخير. مساء النور وشكرا الأخ محسن على هذه الاستضافة، وشكرا لقناة الثقافية على المواكبة المهمة لهذا الحدث الثقافي المهم. طيب، هذا جزء من الواجب الثقافي المنوط بقناة الثقافية. أولا، تدرجت في العديد من المسؤوليات المتعلقة بالثقافة. أولا كرئيسة لقسم التعاون، مديرة جهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة، مديرة للكتاب والخزانات والمحفوظات، والمديرة بالنيابة للمكتبة الوطنية. أستاذة لطيفة، مرحبا. شكرا. طيب، في الواقع على أنه باش كنتحدثوا على المعرض الدولي للكتاب فإننا نتحدث عن ثقافة مغربية أصيلة. أولا، المعرض في دورته 29 بمعنى إشارة كما قال يعني السيد الوزير في افتتاحه على أنه سن النضج الثقافي المتعلق بالمعرض، خاصة على مستوى يعني النشر والتوزيع. بطبيعة الحال، السؤال الذي يطرح الآن في إطار تقييم أولي في اعتقادك الخاص، يعني واش أنتم راضيين على مستوى النتيجة والأداء؟ في الحقيقة تقييمنا جد إيجابي، وكما لاحظتم معنا من خلال مواكبتكم لهذه الدورة، يعني كانت دورة ناجحة على جميع المستويات، سواء على المستوى التنظيمي أو على مستوى البرامج التي كانت مقدمة، أو على مستوى العرض الوثائقي كذلك. كان هناك يعني إقبال كبير من طرف الزوار، وسجلنا انطباعات إيجابية من طرف الزوار، كما سجلنا كذلك بعض الملاحظات اللي كيعطوها لنا بعض الزوار كذلك لتطوير المعرض في نسخه المقبلة. ولكن بالإجمال يعني هي كانت يعني دورة مميزة على صحيح. جميع المستويات. نعم. طيب، ربما يلاحظ خاصة على مستوى التنشيط الثقافي هناك إطار العديد من المواضيع ذات الراهنية والأهمية. مفهوم الدولة الثقافية، التنمية المستدامة والرهان الثقافة. في اعتقادك الخاص شنو هي، أولا أو نعرف من خلالك، من خلال تفكيك الموضوع، كيف تقوم يعني الوزارة وإدارة المعرض بالدرجة الأولى بتحديد خصوصيات العمل في إطار هذه المواضيع، خاصة على أنها مواضيع ذات راهنية؟ أولا غير التوضيح أنه إحنا دائما يطرح علينا السؤال: ما هي تيمة المعرض؟ إحنا كانت الإجابة ديالنا خلال هذه السنوات، 3 سنوات الأخيرة، واستراتيجية يعني الخطة ديالنا العمل في التنظيم ديال هذا المعرض، أنه لا نختار للمعرض تيمة معينة. المعرض هنا اللي يعني يشمل العديد من المواضيع، لأنه الكتاب ماشي ما منحصرش في واحد تيمة معينة. كاين ترجمة، كاين كذلك كاين الرواية، كاين الاقتصاد، كاين القانون، كاين الكتاب الديني. يعني الكتاب يتطرق ويشمل العديد من المواضيع. إذا كانت المنهجية ديالنا العمل هو يعني أننا نفتحوا على جميع المواضيع. لذلك الاستعداد للمعرض هو يعني كيطلب واحد المجهود كبير. كنبداو الاشتغال واحد 9 شهور قبل بداية المعرض. هناك لجنة علمية متخصصة اللي مكونة يعني من مفكرين وأدباء مغاربة اللي كبار، واللي كنحاولوا في طريقتنا للاشتغال معهم. اولا كنوضعوا واحد الخطه ديال العمل، واحد الورقه اللي كنحاولوا من خلالها اننا نطرقوا لجميع المواضيع. اولا المواضيع اللي خاصه بالفكر، الادب، كما قلتي المواضيع ذات الراهنيه، اللقاءات المهنيه، لان هذا كيبقى بالاساس يعني لقاء مهني ويهم المهنيين. كذلك هناك انفتاح على مواضيع جديده، بحال المواضيع الخاصه بالبيئه، المحافظة على البيئة، المواضيع الخاصة بالشباب. يعني كنحاولوا يعني في التصور ديالنا أننا نطرقوا لجميع المواضيع لاستهداف واستقطاب جميع الفئات. صحيح، صحيح. طيب، ربما فتحتي لي الشهية لطرح السؤال بطريقة أخرى. لاحظنا هذه السنة إقبال يعني استثنائي خاصة على مستوى الزوار من مختلف يعني مدن المغرب. واش كتوفروا على أرقام أولية، مع العلم على أن البلاغ كيف ما شفتوا خاصة على مستوى البلاغ الأولي أن 3 الأيام الأولى كانت نتائج جد إيجابية؟
يعني كيف ما سبقت وقلت لك الأخ محسن أنه كان إقبال كبير. هذه السنة اللي سجلناه هو تزايد بالمقارنة مع السنة الفائتة، زاد تزايد لعدد الزوار بنسبة 40%. كذلك هناك إقبال كذلك على الأروقة البيع. يعني حنا كنديروا زيارات ميدانية كل يوم، كنشوفوا الناشرين، كنسجلوا الانطباعات ديالهم، كنشوفوا نوعية الكتب يعني اللي كيطلبوها القراء، لأن هذا كيساعدنا أولًا في تحضير واحد يعني القائمة ديال العارضين، الكتب اللي عليها إقبال، ما يهم الشباب، ما يهم يعني جميع الفئات الأخرى. يعني هذا العام كان تزايد كبير أولًا لعدد الزوار، كذلك كان تنوع كبير في الرصيد الوثائقي، وكان اهتمام بجميع الكتب، يعني بجميع الأنواع ديال الكتب، من الآداب، الرواية، القصة، كتاب الطفل، الكتاب الديني. يعني سجلنا أنه جميع الناشرين كلهم يعني أفادونا بأنه كان هناك عدد المبيعات كان مهم جدًا. طيب، ضيف الدورة اليونسكو أولا بطبيعة الحال شريك استراتيجي بالنسبة للمغرب، خاصة على مستوى الترويج الثقافي والفكري بشكل عام. ضيف استثنائي بطبيعة الحال كمنظمة دولية تقدر المغرب على مستوى التراث، على مستوى الثقافة. يعني كيف تم اختيار هذه المنظمة لتكون ضيفا شرفيا، مع العلم على أنه في الدورات السابقة كانت هناك دول وليس نعم. منظمة دولية؟ الفكرة بدأت يعني منذ سنوات، يعني إحنا كنا حاولنا أننا نستقبلوا منظمة، يعني هي فكرة معتمدة في بعض الدول الأجنبية، ولكن أول مرة كتكون يعني على صعيد العالم العربي، يعني استقبال منظمة دولية في المعرض الدولي للكتاب. يعني الفكرة لقات واحد الاستحسان من طرف المنظمة اليونسكو، وكذلك إحنا اعتبرناها كتثمين العلاقات كيف ما قلتي الإيجابية والمثمرة ما بين هذه المنظمة والمغرب، وكذلك يعني تكريس الدعم ديالها المتواصل للجهود اللي كتبذلها المملكة المغربية من أجل الحفاظ على الموروث الثقافي المادي واللامادي. كذلك اختيار المنظمة كان يعني اختيار آه، غنقول يعني استراتيجي، لأنه المنظمة كتشتغل على العديد من المواضيع، يعني الحفاظ على التراث، كتشتغل على الثقافة، كتشتغل على التعليم، كتشتغل على كتهتم كذلك بالجانب العلمي. هي يعني مؤسسة علمية وبحثية بامتياز. نعم. طيب، نفكك يعني الموضوع بصيغة أخرى، والأمر يتعلق أساسا بطبيعة يعني أو الكتب التي تم يعني بيعها على مستوى المعرض. أولا يلاحظ بالدرجة الأولى على أن هناك تصور جديد على مستوى سوق الكتاب بالدرجة الأولى. بطبيعة الحال الرواية، أنا من خلال زيارتي للمجموعة من الأروقة المتعلقة بالعارضين يتحدثون على أن الرواية منقذة المبيعات، في حين على أن الشباب يتحدثون على أن اللغات الأجنبية وفي مقدمتها اللغة الإنجليزية على أنها أيضا منقذة المبيعات. يعني هل كانت يعني إدارة المعرض واعية بهذا التحول الفكري والثقافي الواقع على مستوى المبيعات؟ مهم. هو في الحقيقة وعي إحنا لمسناه من خلال هذه الدورة. يعني صراحةً مفاجأة هذه الدورة كان هو الإقبال الكبير للشباب على الرواية. السنة الفارطة سجلنا هناك إقبال كبير من طرف الشباب على الروايات المكتوبة باللغة الإنجليزية، يعني كان يعني هذا أول انطباع مؤشر. أو أول مؤشر. ولكن هذه السنة الإقبال على الرواية باللغة العربية إقبال كبير. يعني هذا غير لنا شوية ذاك المفاهيم الخاطئة بأنه الشباب لا يقرأ، الشباب لا يهتم بالكتاب، الشباب يهتم بالكتاب يعني الأجنبي أكثر من الكتاب يعني المغربي أو العربي. لا، يعني بالعكس، يعني هذه الدورة أثبتت بأنها الشباب يقرأ، والشباب يحب القراءة باللغة العربية، والشباب يعني يهتم بالكتاب بجميع أنواعه وأصنافه. نعم. طيب، سؤال آخر هو متعلق ببعد اقتصادي بالدرجة الأولى، أو ما يمكن أن نسميه باقتصاديات المبيعات. أولا الناشرين شريك استراتيجي بالدرجة الأولى. أولا ملاحظة يعني يجب أن تقال، وأنا من واجبي أن ننقل لك هذه المعلومة. هل تتدخلون يعني فيما يخص ثمن
أو أثمنة المبيعات، أم أن الأمر يدخل في إطار السوق الاقتصادي المتعلق بأن الناشرين أحرار في المبيعات؟ فيما يخص سؤالك حول ميثاق العارضين، قانون المعرض يفرض على جميع العارضين أن يطبق يعني تخفيضات للزوار، يعني هذا معمول به في جميع المعارض، وإحنا كذلك كنعتمدوه في القانون المعرض. طيب أستاذة لطيفة، من جانب آخر الأمر يتعلق بالناشر، الشريك الاستراتيجي بالنسبة لوزارة الثقافة خاصة على مستوى النشر والتوزيع. ثقافة المعارض يعني هو ثقافة قديمة في المغرب، أيضا على المستوى الدولي حضور المغرب بشكل قوي. في اعتقادك الخاص هل تتوفر الوزارة على تصور لدعم الناشرين من أجل الترويج الثقافي المغربي؟ الوزارة منذ سنة 2014 لها سياسة لدعم مقاولة النشر. هناك ميزانية سنوية مخصصة لدعم قطاع النشر بالمغرب. 11 مليون درهم تخصص سنويا لتمويل نشر الكتب، لتمويل تواجد الناشرين في المعارض الدولية، لكذلك تمويل المجلات الإلكترونية والورقية، لتمويل مكتبات البيع. هناك أيضا تمويل خاص بالجمعيات التي تقوم يعني بورشات تحسيسية لتقريب من القراءة. يعني المواكبة دائما، والوزارة مستمرة في هذه الاستراتيجية ديالها، لأن هذه الاستراتيجية من التقييم اللي عملناه من 2014 هي استراتيجية يعني أعطت الأكل ديالها، واستراتيجية هامة، لأن انطلاقا من هذه الاستراتيجية استطعنا أولا نخلقوا دور نشر جديدة، استطعنا كذلك أننا نثبتوا الحضور ديالنا في المعارض الدولية من خلال الدعم اللي كنقدموه الناشرين المغاربة للحضور في المعارض الدولية، حيث تمول الوزارة تقريبا 70% من حضور الناشرين في المعارض العربية والدولية. يعني قدرنا أننا أولا نثبتوا الوجود ديال الكتاب المغربي خارج المغرب، يعني في جميع المعارض العربية والدولية. طيب أستاذة لطيفة، أتفهم على أنك مشغولة جدا، ما ناخذوش من وقتك بزاف. آخر سؤال متعلق بالقراءة والمقروئية في ظل التحول الرقمي، في ظل أيضا التحديات التي يقوم بها المعرض من أجل الترويج الثقافي المغربي. الآن هل أنت والوزارة معا بطبيعة الحال راضية على مستوى هذا الأمر؟ أنا غادي نعاود نستعمل المقولة ديال الأستاذ أحمد المديني اللي كتبها في واحد المقال ديالو في الجريدة النهار. هذا معرض الشباب والأمل. هذا المعرض بين لنا بأن هناك إقبال على الكتاب، أن الكتاب لا زالت له مكانته الخاصة لدى الشباب، لدى الأطفال. هناك أمل. احنا لسنا ضد يعني التحول ولا الرقمنة ولا هذا ولا التطور التكنولوجي، ولكن نحن من واجبنا أننا نواكبوا هذا التطور، نشجعوا الأطفال على القراءة. الحوابل يعني متنوعة، يقدر يكون حامل ورقي، يقدر يكون حامل إلكتروني، ولكن الأساس يبقى هو القراءة. نعم، وهذا هو أكيد. الهدف النبيل اللي كنسعوا له من خلال هذا المعرض، من خلال الأنشطة اللي كننظموا. يعني الهدف هو أننا نخليو الطفل يعني الإحساس بأنه القراءة كتساهم في التكوين ديالو، القراءة يعني مهمة بالنسبة لهم. طيب أستاذة لطيفة، كل الشكر والتقدير على استقبال الفريق داخل هذا المعرض. كل الشكر. شكرا لكم. بارك مرحبا. الله فيكم. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. دامت لكم الابتسامة، دامت لكم متعة الثقافة. إلى اللقاء.